قبل ما نبدأ يجب توجيه كامل الشكر لصديقنا فيليبس اللي ساعدنا طول الفيديو ولم يبخل علينا بأي معلومة تقنية. الفيديو هيكون كبير لأن فيه كل المعلومات بكامل تفاصيلها. حوالي يومين ثلاثة كنت بتكلم مع واحد صاحبي شغال على المحتوى الأجنبي اسمه فيليبس، عنده كذا قناة على اليوتيوب وشغال في كل قناة بمحتوى مختلف عن التاني خالص. فهو بيدردش معايا من يومين بيقول لي ده أنا عملت قناة جديدة، القناة دي ناجحة جدا بتعمل مشاهدات بالملايين. بعت لي لينك القناة، ابتديت فتحت القناة لقيت عليها حوالي 14 فيديو، يعني 14 فيديو كل فيديو عامل حوالي 300 400 ألف مشاهدة. طبعا اتصدمت، القناة عليها عدد كبير جدا من المشاهدين وعليها عدد قليل جدا من المشتركين، يعني بتجني عدد كويس جدا من الترافيك عن طريق المحتوى. طبعا الموضوع دخل في دماغي قوي، فابتديت احلل القناه عشان اشوف هو شغال بطريقه عامله ازاي. ابتديت احلل لقيت ان كل فيديوهات القناه دي معموله عن طريق الذكاء الاصطناعي. تقريبا هو بيتدخل في الفيديوهات بتاعته بجزء بسيط جدا ما يزيدش عن 20 ل 25%. فبصراحه الموضوع عجبني جدا ودخل دماغي، وقررت ابتدي ادور على المحتوى العربي واشوف هل في حد قدم نفس الفكره ولا لا. وللاسف اتصدمت لسببين. السبب الاولاني ان لقيت في ناس فعلا مقدمه الفكره، ولكن اللي صدمني وصعقني اكتر ان لقيت الناس للاسف بتقدم الفكره بشكل خاطئ تماما. يعني ممكن يخليك تفضل تبذل في مجهود، على الناحيه الثانيه هتلاقي نفسك كل المجهود اللي انت بتعمله ده بيروح على الارض، لان انت للاسف بعد ما تعمل القناه وتنزل فيديوهات هتجيب فعلا مشاهدات، ولكن للاسف القناه مش هتتقبل في برنامج شركاء يوتيوب. ازاي تعرف تعمل لوجو عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يختار لك اسم للقناه؟ ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لك وصف احترافي للقناه؟ ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لك كلمات مفتاحيه رئيسيه وكلمات مفتاحيه للفيديوهات بتاعتك؟ ازاي تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي يجيب لك افكار للفيديوهات بتاعتك عشان ما تعجزش وتقول انا خلاص عقلي وقف؟ والاهم من كل ده ازاي تقدر تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل، من اول كتابه السكريبت وتحريك الصور وتحويلها لفيديوهات. والاهم من كل ده ازاي تقدر تعمل موسيقى خاصه بفيديوهاتك انت تملك كامل حقوقها، لان النيتش اللي هنشتغل عليه النهارده هيحتاج ان يبقى عندك موسيقى خاصه بيك تملك حقوقها، وده اهم شيء. فالنهارده انا جاي اعلمك الطريقه بالكامل، ودي كمان خلاصه خبرتي في الموضوع وخبره صديقي فيليبس. المحتوى اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اللي انا كلمتك عليه هو محتوى قصص الرعب، ولكن احنا هنضيف لك ايه محدش ضافه لك قبل كده في المحتوى ده. هنضيف لك ان احنا هنعلمك ازاي تقدر تعمل لوجو للقناه بتاعتك ويكون اللوجو ده احترافي، وهنعلمك ازاي تعرف تختار اسم القناه بتاعتك عن طريق الذكاء الاصطناعي، ازاي تجيب افكار للفيديوهات بتاعتك، ازاي تقدر تجيب كلمات مفتاحيه ووصف للقناه، واخيرا ازاي تقدر تعمل فيديو والفيديو يكون احترافي بالذكاء الاصطناعي، وتختار وتصمم موسيقى رعب احترافيه، والموسيقى دي تكون مهيئه بشكل كامل، والتعليق الصوتي يكون معمول بشكل احترافي عن طريق الذكاء الاصطناعي. وزي ما انت ما شايف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي هو فيديو تم تصميمه بشكل كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. هتتعلم النهارده ازاي تقدر تعمله، وكمان تقدر تتصدر بالفيديوهات دي محركات البحث على يوتيوب وكل المنصات التانية لو حبيت تنشئ عليها محتوى. عايزك تركز معايا لان الفيديو بتاع النهارده ممكن يكون كبير لكن الافاده فيه عظيمه جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على طه الامين. توكلنا على الله، يلا بينا نخش في صميم حلقه النهارده. طيب في البدايه عشان نكون ملمين بكل التفاصيل بتاعه الحلقه لازم نركز مع بعض، لان كل تفصيله انا هقولها لك هتكون بتفرق في السياسات. يعني عشان ما نضيعش مجهودنا على الفاضي كل كلمه انا هقولها في صميم السياسات اللي هنشتغل عليها اصلا في حلقه النهارده. في البدايه هروح لموقع شات جي بي تي، هوصل له عن طريق www.chatgpt.com بمنتهى البساطه لحد ما هتفتح لي الصفحه اللي قدامنا دي سواء بالكمبيوتر او عن طريق التليفون. مجرد ما افتح شات جي بي تي هبتدي اقول له التالي: انا عاوز اعمل قناه على اليوتيوب بتتكلم عن قصص الرعب، هل عندك فكره بالموضوع؟ عشان ابتدي اهيئ شات جي بي تي وافهمه ان انا هشتغل في الموضوع ده، هل ممكن تقترح عليا اسم القناه؟ انا عجبني الاسم ده، هو ده الاسم اللي انا شايفه مناسب. ممكن اخد الاسم ده وابتدي انسخه بالشكل ده وهقول له عجبني اسم القناه دي، صمم لي لوجو باسم القناه. عشان يبتدي يصمم لي لوجو ليه علاقه بالاسم بتاع القناه اللي انا اوريدي خلاص اخترته. احنا على فكره احنا كده خلصنا اول خطوه ببساطه، احنا ابتدينا اخترنا اسم القناه دي، القناه اللي احنا هنشتغل عليها. خلاص احنا كده خلصنا بسم الله الرحمن الرحيم اول خطوه. دي تاني خطوه على فكره اللي احنا خلاص بنعمل فيها وبنصمم اللوجو بتاع القناه. كده احنا جبنا الاسم وبنصمم اللوجو، ودي تاني خطوه. في خلال ثواني هنلاقي ان شات جي بي تي ابتدى يصمم لي لوجو احترافي جدا للقناه بتاعتي بالاسم بتاعها.
طيب عشان نعمل قناه يوتيوب ناجحه والمحتوى بتاعها يتشاف محتاجين نشوف 3 اضلاع اساسيه. اولا اسم القناه، ثانيا لوجو القناه، ثالثا وصفات القناه او وصف القناه والكلمات المفتاحيه الخاصه بيها. لازم نكتب وصف احترافي عشان يوتيوب الجوريزم تقدر توصل للقناه بتاعتنا. طيب اكتب الوصف ده ازاي؟ هقول له اكتب لي وصف احترافي للقناه باللغه الانجليزيه، وابتدي اضغط على انتر. هلاقيه في خلال ثواني كتب لي التشانل ديسكريبشن او الوصف بتاع القناه، وده الوصف الصغير بتاع القناه اللي بيبقى موجود في الاباوت او حول القناه. ولا كمان كتب لنا في اخر سطر لو عجبتك القناه وعايز مزيد من الصور اعمل سبسكرايب او اشتراك. جميل جدا، هو كده فاهم كل حاجه. كده فاضل الكلمات المفتاحيه، وهنلاحظ اساسا ان هو بيقترح عليا يكتب لي كلمات مفتاحيه او كي ووردز او تاجز خاصه بالقناه، يعني هو عارف اساسا الترتيب الصحيح. هقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه خاصه بالقناه، وابتدي اضغط على انتر عشان يبتدي يديني كلمات مفتاحيه او كيوردز خاصه بالقناه بتاعتي عشان تبقى القناه مهيئه بشكل كامل لمحركات البحث او الاس اي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن. يبقى انا خلاص اصبح معايا اسم للقناه، لوجو للقناه، وصف للقناه، كيوردز او مين كيوردز او كلمات مفتاحيه اساسيه، وكمان ريتد كيوردز او كلمات مفتاحيه اقدر استخدمها، وكمان معايا لونج تيل كيوردز او كلمات مفتاحيه طويله اقدر استخدمها في عناوين الفيديوهات بتاعتي. عشان بعد كده اخش للخطوه اللي بعدها وهي اختيار العناوين اللي هشتغل عليها، وبعد كده اقدر اجيب السكريبت اللي هشتغل عليه، وبعد كده هنخش في الخطوه الاهم وهي صناعه المحتوى. بعد كده هقول له اكتب لي افكار لبعض الفيديوهات الرعب اللي ممكن ابدا بيها، مع العلم القناه اجنبيه، وبعد كده انتر. بيبتدي دلوقتي يكتب لي عناوين لافكار قصص هو عارف كويس قوي ان هي هتجيب ترافيك وتجذب، يعني كل عنوان منهم اقدر اولد منه حوالي 5 فيديوهات، وده اللي هنشوفه دلوقتي حالا. ركز معايا عشان اللي جاي حرفيا تقيل. هبتدي استخدم اي عنوان من العناوين دي. هنا بيقول لي وصف كل عنوان، هنا بيقول لي فيديو عن بيوت مسكونه حقيقيه مع صور وفيديوهات مرعبه، وهنا تجميع لقصص مرعبه حقيقيه حصلت بالليل. طيب انا شايف ان العنوان الثاني كده شيق، فابتدي اخده نسخ بالشكل ده وابتدي اشتغل عليه. طيب هشتغل عليه ازاي؟ هبتدي اقول له اكتب لي قصه عن، وابتدي احط له بيست للعنوان الثاني اللي هي قصص مرعبه حصلت بالليل، وقسم القصة إلى مشاهد واشرح تفاصيل القصة بشكل كامل، وابتدي اضغط على انتر عشان يبتدي يكتب لي القصة ويقسمها لي لمشاهد. طيب انا هستفاد ايه من تقسيم القصة لمشاهد؟ هتفهم دلوقتي، خليك معايا لان التفاصيل اللي انا بقول لك عليها مهمة جدا. الاحظ ان هو كتب المشهد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ولاحظ ان القصه انتهت. انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا لو هشتغل على محتوى قصير الكلام ده يبقى زي الفل، لكن لو هشتغل على محتوى مفصل انا محتاج يبقى فيه مشاهد اكتر. هقول له اكتب لي مشاهد اكتر عن القصه، ويا ريت تكون المشاهد فيها تفاصيل، ويكون لكل مشهد برومبت خاص بيه استخدمه في إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي، واضغط على انتر. طب فايدته ايه الكلام ده؟ هتفهم بس اصبر عليا. دلوقتي انا طلبت منه يعمل مشاهد، والمشاهد اللي انا طلبتها دي تكون كتير مش مجرد 5 مشاهد، وكل مشهد يبقى فيه برومبت بيوصفه، اقدر استخدم البرومبت ده في الذكاء الاصطناعي في انتاج الصور والفيديوهات الخاصة بكل مشهد لوحده. طيب هنشوف مع بعضينا هو ابتدى عمل كام مشهد. بدل 7 مشاهد عمل 8 مشاهد. كويس جدا، انا اقدر استخدم الكلام ده كل مشهد مع البرومبت الخاص بيه زي ما احنا شايفين من المشهد الاول الى حتى المشهد الثامن. كده احنا خلصنا شات جي بي تي وخدنا منه اللي احنا عايزينه. كده احنا خدنا من شات جي بي تي الاسم واللوجو والوصف بتاع القناه والتاجز او الكلمات المفتاحيه، انتاج السكريبت، انتاج البرومبت الخاص بكل مشهد من مشاهد السكريبت. دلوقتي احنا في الخطوه الثانيه وهي انتاج الصور عن طريق الاي اي ارت، عن طريق البرومبت اللي احنا كتبناه في كل مشهد. احنا كل مشهد عملناه اصبح تحته برومبت، فهناخد البرومبت بتاع المشهد الاولاني بالشكل ده ونعمل له كوبي وتاخده نسخ كده وترجع على الميتا اي اي وتحط له نفس البرومبت تاني وتشوف. كده انا حفظت الصوره الاولانيه، هي دي الصوره عجبتني عن طريق موقع ميتا، فانا هخليني مع ميتا المره دي اي اي وهحفظ المشهد الاولاني وهو ده المشهد الاولاني اللي عجبني. بروح هنا اختار 16:9 وهي ابعاد الفيديو الطويل على يوتيوب، وابتدي اكتب له نفس البرومبت بتاع الفيديو الثاني واضغط على جنريت عشان كالعاده اقارن
انهي صوره بالنسبه لي افضل وقيمه وذو قيمه. بعد ما اخلص هلاقي ان دي النتيجه بتاعت هروح اختار صوره من ضمن الصور دي، وليكن مثلا الصوره دي، ابتدي اضغط عليها بالشكل ده عشان اعمل لها داونلود، ودي يبقى دي الصوره الثانيه بتاعتي. اروح احفظ الصوره بالشكل ده واسميها 2. كده احنا عملنا المشهد الاولاني وعملنا المشهد الثاني. تعال نروح للمشهد الثالث، ننسخ البرومت بالشكل ده ونروح للميتا اي اي ونفضي الكلام ده ونبتدي نحط البرومت ونضغط على جنريت عشان يعمل لي جنريت للمشهد الثالث، وهنستنى مع بعض. كده هو عمل لي جنريت للمشهد الثالث. هبتدي كالعاده داونلود هنا، وبعد كده هاخد الصوره هركنها هنا بالشكل ده، وده المشهد الثالث. كالعاده هعمل نفس الكلام اللي عملته في المشهد الاول والثاني هعمله في المشهد الاول والثاني والثالث، هعمله في المشهد الرابع. ابتدي احط له الوصف 16 الى 9 جنريت. المشهد ده جميل وده حلو برضو على فكره، بس انا شايف ان ده ديب اكتر. وبعد كده هنروح للمشهد الخامس، هو ده المشهد الخامس. ابتدي اخده كوبي جنريت. طيب هو عمل لي تاني مشهد نوعا ما البرومت بتاعه مش عاجبني قوي. طيب عشان اقدر اخرج من العائق ده هبتدي اخد نفس الكلام، مش بتاع البرومت بقى، لا نفس الكلام بتاع المشهد نفسه، وامسح البرومت واحط الكلام واشوف هل هيديني النتيجه افضل من اللي انا اتوقعه ولا لا. هننتظر مع بعض. ممكن اختار منهم صوره افضل زي الصوره دي. بعد كده هروح اجيب المشهد السادس. كالعاده بنسخ البرومت وبعد كده بفضي واحطه المشهد السادس. تمام، ده المشهد السادس. هبتدي اختار برضو الصوره دي، وبعد كده المشهد الاخير. ابتدي اخد البرومت بتاع المشهد الاخير بالشكل ده، همسح واحط المشهد الاخير واضغط على جنريت. طبعا انت ممكن تختار الصوره اللي تعجبك انت، يعني ممكن يكون ذوقي مختلف عن ذوقك كليا، بس كده انا هختار المشهد الاخير واختار منهم صوره، وليكن مثلا الصوره دي. ابتدي اضغط عليها هنا كده، ابتدي احفظها. تمام، دول ال8 مشاهد بتوعي انا خلصتهم خلاص بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. كده انا جاهز ان انا احول الصور دي لفيديوهات، وبعد كده هنشوف هنقدر نعمل ايه في الموضوع ده. بص يا باشا، صلى على النبي. دلوقتي احنا لو رحنا عملنا قناه زي ما الناس كتير ما بتعمل، بيروح يبتدي يجيب نص وصوره ويحط الكلام ده على النص بمونتاج بشويه موسيقى، انسى ان يوتيوب يقبل الكلام ده. احنا لازم عشان نخلي يوتيوب يقبل، اليوتيوب يشوف بنفسه ان انت بتقدم شيء ذو قيمه. عشان يوتيوب يشوف انك بتقدم شيء ذو قيمه لازم نخلي الصور دي دلوقتي اللي احنا عملناها تتحول لفيديوهات، وبعد كده نضيف عليها اللمسه صوتيه احترافيه على المحتوى الاجنبي. ازاي؟ هقول لك ازاي. عشان اخش على الخطوه اللي بعدها، دلوقتي اصبح معايا مشاهد، ولكن المشاهد دي عباره عن صور بس، ومعايا برومت، ومعايا كمان افكار للمشاهد اللي انا شغال عليها. كويس قوي، هي دي المشاهد بتاعتي وده البرومت بتاعها، ودي الصور اللي احنا خلاص انتجناها خلاص بالاي اي. طيب ازاي بقى اقدر احرك الصور دي عشان يبقى فيها حياه وعشان اقدر التزم بالسياسات؟ ركز معايا. ممكن استخدم طريقتين. الطريقه الاولانيه اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات عن طريق موقع انيمون، ولو حابب تشوفها تقدر تشوفها عن طريق الفيديو اللي فات اللي هسيبه لك في الاي اللي فوق. تاني موقع هنستخدمه النهارده اللي حابب اديك يعني ايه تنوع، عشان لو اي موقع اصبح مدفوع في اي وقت تقدر تستخدم البديل. الموقع الثاني اسمه وان فيديو، وده اللي ممكن نقدر نعمل عليه حساب بشكل مجاني. هضغط على كلمه تراي ناو، وممكن اعمل تسجيل عن طريق اي اكونت. يعني انا كل اللي عليا هعمله هبتدي اضغط على كلمه لوجن بالشكل ده، بيقول لي ممكن تسجل عن طريق جوجل او عن طريق الجيت هاب. انا هضغط على كلمه ساين اب عشان اسجل عن طريق الايميل. عشان اقدر اشتغل على الموقع هضغط على كلمه جنريت بالشكل ده، وبعد كده هخليه في جنريت بيعمل ايمج تو فيديو. ايمج تو فيديو زي ما احنا شايفين. عشان احط له الصوره الاولانيه ببتدي اضغط على اد ايمج، وبعد كده ابلود فروم ديفايس، وبعد كده بختار الصوره الاولانيه بتاعتي عشان يبتدي يعمل لها ابلود. وبعد ما اعمل ابلود هبتدي احط له الديسكريبشن او البرومت بتاع الصوره بتاعتي. عشان ابتدي اجيب البرومت بروح هنا واروح اختار البرومت اللي قلنا هنستخدمه وعمالين نستخدمه عشان تفهم انا ليه عملته من شويه. هضغط على كوبي بالشكل ده واروح احط له البرومت هنا، وبعد كده هبتدي اضغط على المكان ده عشان يبتدي يعمل جنريت ويبتدي يعمل ويحول الصوره بتاعتي لفيديو. لان الموضوع مش هيطول كتير. هنلاحظ ان الفيديو ابتدى يتحرك، الصوره ابتدت تتحرك وتحولت لفيديو، وكده احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في تحريك الصوره. المفروض اللي احنا هنعمله في الصوره دي نعمله في ال9 مشاهد كاملين. طيب عشان انا احفظها بعمل ايه؟ بضغط هنا كليك يمين، وبعد كده بضغط على كلمه سيف فيديو از، وببتدي افتح الفولدر ده وابتدي اسميه واحد. ده كده الفيديو الاولاني او المشهد الاولاني بتاعي. ولو من على التليفون بضغط دبل كده على الفيديو، بفضل مثبت ايدي، وبعد كده سيف فيديو از.
عشان احفظ الفيديو الاولاني. طبعا عشان ابتدي اعمل الفيديو الثاني او احول الصوره الثانيه لفيديو، كل اللي عليا بعمله ببتدي امسح البرومبت كده بالشكل ده، وبعد كده بضغط هنا، وبعد كده بضغط على المكان ده، وبعد كده ديليت، وبعد كده بضغط على اد ايمج، وبعد كده ابلود فروم دي، وبعد كده بفتح الصور بتاعتي واختار الصوره الثانيه او المشهد الثاني بتاعي بالشكل ده، وبعد كده برجع لشات جي بي تي وبروح اشوف البرومبت بتاع المشهد الثاني، وهو ده البرومبت بتاع المشهد الثاني. كليك يمين كوبي، وبعد كده بروح لموقع وان واحط له الديسكريبشن او الوصف او البرومبت بتاع المشهد الثاني، وبعد كده بضغط هنا عشان يبتدي يعمل جينيريت او يشتغل على المشهد الثاني. وزي ما انت ما شايف كده ابتدى يشتغل على المشهد الثاني. طبعا انت لو لاحظت بطء شويه في الموقع اللي احنا بنستخدمه اللي هو موقع وان اي اي، ممكن تستخدم بديل ليه وهو موقع انيمون اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. ببساطه بتعمل اكونت على انيمون وتختار انمي وترفع الصوره بتاعتك هنا، وبعد كده تكتب له البرومبت بتاع شات جي بي تي وتضغط على جنريت، بيبتدي ينتج لك الفيديو. زي ده الفيديو اللي احنا انتجناه وهو الفيديو الثاني. زي ما انت ما شايف كل اللي عليك بتعمله بتضغط على المكان ده بتاع الداونلود، بيبتدي يعمل لك داونلود للفيديو. احنا كده خلصنا اول فيديو وخلصنا ثاني فيديو، لكن خلينا عشان نعمل مقارنه بسيطه ما بينهم. خلي بالك الشغل على وان بينتج لك فيديوهات 1080 عاليه الجوده جدا، لكن عيبه ان بياخد وقت طويل جدا في الجنريشن. لكن انيمون فيديوهاته كلها بتبقى 480، واحنا كله بنتكلم عن المجاني طبعا 480 بس، بينتج لك الفيديو من دقيقه ل3 دقائق عكس التاني. تمام، خلينا نكمل على الانيمون. هنبتدي نمسح الفيديو بالشكل ده ونمسح البرومبت بالشكل ده، وبعد كده نروح نجيب الفيديو، وبعد كده نروح نجيب الصوره الثالثه بتاعتنا اللي هنشتغل عليها وهي الصوره دي. تمام، هنبتدي ناخد الصوره كده كالعاده ونروح على الانيمون ونعمل دراج اند دروب بالشكل ده عشان نرمي الصوره بتاعتنا هنا، وبعد كده هنروح على شات جي بي تي ونروح على البرومبت الثالث اللي هو ده، وابتدي كليك يمين كوبي، وبعد كده اروح احط له البرومبت بتاع الفيديو الثالث هنا، وبعد كده كالعاده انيكات وجينيريشن عشان يعمل انتاج للفيديو الثالث. هنستنى لحد ما الفيديو الثالث او المشهد الثالث بتاعنا يخلص، وبعد كده نرجع مع بعضينا من تاني. طب تعالوا نكمل بقيه الصور بموقع وان، عشان انا فكرت بصراحه احنا عايزين ننتج في الاول وفي الاخر فيديو احترافي فمفيش كروته. طيب هنكمل الفيديوهات بتاعتنا عن طريق الموقع كالعاده. هنمسح الكلام ده كده. تمام، احنا وصلنا للصوره الكام؟ خلينا نفتح فولدر الفيديوهات. احنا عملنا 4. تمام، فاضل كده خلينا نقول فاضل قد ايه؟ ادي فاضل 4 تانيين. طيب خلينا ناخد الصوره الخامسه بالشكل ده، دراج اند دروب. ممكن ارميها هنا عشان الصوره تتحفظ، ودي كانت الصوره او المشهد الخامس. طيب عشان اقدر اعملها او احركها بروح كالعاده احفظ او انسخ البرومبت بتاع المشهد الخامس، وارجع للوان اي اي وابتدي احط له المشهد الخامس بالشكل ده، وبعد كده بضغط على العلامه دي عشان يبتدي يعمل جنريشن للصوره. ماشي يا شباب، زي ما انتم ما شايفين المشهد الصوره اتحولت لفيديو زي ما انتم ما شايفين. قبل ما اخش على الخطوه اللي بعدها طبعا انا لازم احفظ الفيديو. انا بضغط على داونلود او بضغط كليك يمين سيف فيديو از بالشكل ده، وبعد كده ببتدي احفظ الفيديو بتاعي، وده الفيديو الخامس. كده انا حفظت الفيديو بتاعي. كده انا هخش على الخطوه اللي بعدها. كالعاده بضغط على اد ايمج ابلود فروم ديفايس، وبعد كده بروح اجيب، انا كنت في الخامس بروح اجيب السادس بالشكل ده، وبعد كده بروح اجيب البرومبت بتاع السادس، هو ده السادس، وبعد كده بنسخ البرومبت بالشكل ده وبلاقي ان الصوره نزلت هنا، وكالعاده بحط البرومبت بتاعي بالشكل ده، وبعد كده بضغط هنا عشان يبتدي يشتغل او يخش على المشروع اللي بعده. الفكره الاساسيه في الالتزام بالسياسات ان انت تكون بتقدم محتوى ذو قيمه. تمام، هنضغط على المكان ده ونعمل داونلود او كليك يمين كالعاده وسيف فيديو از، ونحفظ الفيديو بتاعنا عادي جدا، وده يعتبر الفيديو السادس. تمام، هنحفظ الفيديو بالشكل ده، وبعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو الفيديو السابع. كالعاده هنيجي على هنا كده ونضغط على المكان ده ديليت، وبعد كده نحذف الكلام ده ونروح نجيب الفيديو السابع اللي هو انا هوريك بس الصوره عشان تشوف الاحترافيه. دي الصوره، هناخد الصوره بالشكل ده دراج اند دروب ونرمي الصوره في المربع ده، وبعد كده نروح نجيب من شات جي بي تي الوصف السابع او البرومبت السابع، كوبي بالشكل ده، وبعد كده هنحط له البرومبت هنا كده، وبعد كده اضغط على المكان ده عشان ينتج. ده كده خلاص الفيديو الثامن بتاعنا خلص. زي ما احنا ما اتعلمنا بنعمل بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. كالعاده هبتدي اضغط على المكان ده عشان اعمل داونلود، او بضغط على الفيديو كليك يمين وسيف فيديو از عشان ابتدي اعمل حفظ للفيديو. وده يبقى الفيديو الثامن بتاعي، وده الفيديو التاسع برده خلص. انا اختصارا لوقت الفيديو خلصته. زي ما انت ما شايف الصور اتحركت بشكل احترافي بالكامل وبقت مرعبه. كده احنا جهزنا ال9 فيديوهات. بعد كده هنبتدي نخش على مرحله انتاج الاصوات
وبعد كده نخش على مرحله المونتاج. عشان نبتدي نعمل انتاج للاصوات هنستخدم موقع 11 لابس. الموقع ده غني جدا عن التعريف، يعني انت لو دخلت على جوجل كتبت www.11labs.io هيظهر لك الموقع بمنتهى البساطه. بعد كده بنروح للقسم الاولاني اللي هو فيه كلمه تكست، بنروح مفروض نكتب له الكلام هنا، وبعد كده نحول الكلام اللي احنا بنكتبه لصوت. بس قبل ما نحول الكلام لصوت مفروض ان احنا بنختار فويس او الصوت اللي احنا هنستخدمه. في اصوات كتير جدا عندك هنا، ممكن انت تبتدي تستخدم الصوت اللي انت عايزه، ولكن انا بفضل في اصوات معينه عشان اقدر اختار اي صوت من الاصوات دي. ابتدي اسمع الصوت، ببتدي اضغط هنا، بضغط على بريفيو، بيبتدي يطلع لي الرنين بتاع الصوت او النغمه بتاعت الصوت. فانا عندي صوت معين كنت بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي وصديقي كان بيستخدمه. ببتدي اكتب في السيرش هنا ETH، بيقول لي عايز صوت ايسان. بعد كده بقول له هو ده الصوت اللي انا هستخدمه، خلينا نسمع صوت ايسان. هو ده الصوت، اعتقد الصوت فيه نوعا ما رعب، فهو الكواليتي بتاعته كويسه. جميل قوي. دلوقتي انا المفروض ان انا هكتب النص بتاعي هنا. عشان اكتب النص بتاعي هبتدي اروح لشات جي بي تي تاني، وبعد كده بروح للمشاهد بتاعتي، وبعد كده ببتدي اخد الكلام بتاع المشاهد بالشكل ده، وبعد كده ببتدي انسخه احطه هنا في الاول، وبعد كده بنزل تحت واروح انسخ المشهد التاني او الصوت بتاع المشهد التاني. انا بنسخ المشهد مش بنسخ البرومبت. وبعد كده بروح احطه هنا، وبعد كده كالعاده بروح للمشهد الثالث والرابع لحد التاسع. دلوقتي بضغط على كلمه جنريت هنا عشان يبتدي يعمل جنريت للاصوات بتاعتي. تمام، هو كده خلاص. ببتدي اضغط على داونلود بالشكل ده عشان الصوت بتاعي ينزل ويبقى جاهز. ده الصوت بتاعي اصبح جاهز. هبتدي اخد الصوت اسحبه كده. انا اصبحت معايا الفيديوهات واصبحت معايا الصوت. كده متبقي الخطوه قبل الاخيره وهي خطوه المونتاج. طيب عشان استخدم برنامج مونتاج ممكن استخدم اي برنامج مونتاج على التليفون، كاب كات، لو على الكمبيوتر كامتازيا، اي برنامج مونتاج. انا عشان اسهل عليك الموضوع هروح استخدم موقع كينفا واعمل اكونت على موقع كينفا www.canva.com، وبعد كده هروح اضغط على كلمه فيديو بالشكل ده، وبعد كده اضغط على فيديو لاندسكيب بالشكل ده عشان ابتدي اعمل فيديو بالمقاسات بتاعه اليوتيوب بتاعه الفيديوهات الطويله. وبعد كده ببتدي ارفع الفيديوهات بتاعتي. بعد كده اضغط على فيديوز، ابلود فايل، وبعد كده ابلود فايلز، واروح اختار كل الفيديوهات بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده ابتدي اضغط عليها اوبن عشان الفيديوهات كلها يتعمل لها عمليه ابلود. تمام يا شباب، مجرد ما الفيديوهات بتاعتي خلصت هبتدي انزلهم فيديو، كل فيديو في بيج خاصه بيه. تمام، ده الفيديو الاولاني. عشان اتاكد ان ده الفيديو الاولاني ببتدي اضغط على النقط دي، بلاقي ان انا فعلا مسميه واحد. ببتدي انزل الفيديو بالشكل ده، بلاحظ ان هو نزل في بيج رقم 1. ببتدي بعد كده اضغط على اد بيج، بروح انزل الفيديو الثاني. اتاكد ازاي ان ده الثاني؟ اهو ده الثاني. وبعد كده بروح اختار اد بيج، اروح انزل الفيديو الثالث. تمام، هو الثالث. وبعد كده الفيديو الرابع، لا ده الخامس، اهو ده الرابع. وبعد كده الفيديو الخامس، وبعد كده الفيديو السادس. الفيديوهات نكبر الصورة بالشكل ده، ونروح للفيديو التاني نفس الكلام. وبعد كده المفروض ان انا هضيف اوديو او صوت. عشان اضيف الاوديو ببتدي اضغط على اوديو هنا، وبعد كده بقول له ابلود فايل، وبروح اختار الصوت اللي احنا عملناه اللي هو الصوت اللي احنا ركبناه بتاع القصة. هنتظر ان هو يترفع، وبعد كده ببتدي اسحب الصوت بالشكل ده وخليه يملأ المربع كله. تمام، هو ده المفروض الصوت بتاعي. كده ناقص اجيب موسيقى. عشان اعرف اجيب موسيقى احطها على الفيديو عشان اديله لمسه احترافيه بالكامل، هستخدم مكتبه الملفات الصوتيه بتاعت يوتيوب نفسها عشان ما يبقاش عندي اي مشاكل خالص مع حقوق الطبع والنشر. هروح هنا اكتب كلمه رعب بالانجليزي، وبعد كده هبتدي اضغط انتر عشان يبتدي يطلع لي موسيقى خاصه دي اعمل لها تنزيل بالشكل ده. وبعد كده هرجع لكانفا اقول له ابلود، وبعد كده ابتدي ارفع له الموسيقى. تمام، هي اترفعت كده. بعد كده هاخدها اسحبها واحطها تحت الصوت هنا كده. انا طبعا عشان اخلي الصوت بتاعي اللي فوق اعلى من الصوت اللي تحت بضغط عليه كليك يمين، وبعد كده بضغط عليه كلمه فوليوم بالشكل ده، وبقلل الصوت خالص كده بحيث ان هو يبقى في الخلفيه، يعني يا دوبك يتسمع في الخلفيه. وبرفع الصوت ده طبعا بضغط عليه فوليوم كده وبرفعه بالشكل ده عشان يبقى واضح. تعالوا نشوف النتيجه النهائيه بتاعتي شكلها عامل ازاي. طبعا ببتدي اضغط على شير وبعد كده داونلود هنا، وبعد كده ببتدي اضغط على داونلود بالشكل ده عشان ابتدي احمل الفيديو بتاعي. نشوف النتيجه النهائيه بتاعتنا
نشوف اللي احنا وصلنا له. تمام يا شباب، بعد ما حفظنا الفيديو بتاعنا هي دي النتيجه النهائيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. مفيش اي علامات مائيه، مفيش اي مشاكل في الفيديو بتاعنا، الفيديو مفيش فيه اي مشكله خالص خاصه بيوتيوب. اقدر استخدم الفيديو وابتدي اقدم على برنامج شركاء يوتيوب. اعتقد ان النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي نتيجه احترافيه. كده انت معاك كل حاجه، معاك اسم القناه، افكار القناه، الكلمات المفتاحيه للقناه، وصف القناه، لوجو القناه، معاك الموسيقى اللي انت هتشتغل عليها بتاعه القناه، معاك الفيديوهات اللي انت هتعملها على القناه، معاك كل حاجه حتى الاصوات. انت اعتقد ان انت ما تعبتش في اي حاجه. لو انت وصلت للدقيقه دي فانا بشكرك جدا، لان انت استفدت وتعلمت وضفت لنفسك حاجه. فيا رب يكون الفيديو نوعا ما فادك، يا رب يكون الفيديو فادك ولو حتى بمعلومه بسيطه. لو انت محتاج اي حاجه مني خاصه بالذكاء الاصطناعي او انشاء المحتوى يا ريت تكتبها في التعليقات. قبل ما تسيب الفيديو ما تحرمناش من اللايك والشير والسبسكرايب، لان هو نوعا ما بيفهمنا قد ايه الناس استفادت. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم خالد ودي كانت قناتكم سيبوا نتعلم. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.